10 سنين من الكلاسيكو. جننتوني يا كلاسيكو تونس. الترجي النجم إنه قلب الأسد. كلاسيكو الأهداف. الثاني. خلاص. كلاسيكو الفرجة. الترجي يا دولة. التصويب من سانتوس ولا هدف الثاني. كلاسيكو التشويق. اسمعوا الصوت. أيضا كلاسيكو الغضب. إنه كلاسيكو الغضب، كلاسيكو الضرب والشتائم. م 13 ماي 2009 يوم حافل في ذاكرة المكشخين. الترجي يضرب النجم برباعية في أولمبيا رادس. فرصة للترجي والهدف الأول. ترجع الكرة وفرصة والهدف الثاني. مايكل إرامو والهدف الثالث. له فرصة والهدف الرابع. الهدف الرابع لفائدة فريق الترجي الرياضي التونسي. أعرض فوز الأحمر والأصفر منذ الاستقلال، وتحديدا منذ رباعية ذهاب موسم 78-79. الترجي ينهي الموسم بطل تونس بقيادة المدرب فوزي بن زرد. 9 جانفي 2011 النجم بقيادة منذر الكبير يسحق الترجي في سوسة 5-1. يوزع دانييل والهدف ممتاز جدا. التصويب من سانتوس ولا الهدف الثاني، وفرصة الهدف الثالث والهدف الثالث. توزيع من عادل الشادي والهدف الرابع إلى ياكوبا والهدف الخامس. أعرض انتصار الإتوال في الكلاسيكو على مر الزمان، وهزيمة تاريخية نبيل معلول في أول مبارياته على رأس الإطار الفني للترجي. لكن كما يقال العبرة بالخواتيم. رغم البداية الصعبة، ترجي معلول في موسم 2010-2011 يتوج في النهاية بلقب البطولة. موسم 2011-2012 الترجي ينتصر ذهابا وإيابا على النجم دون أن يقبل أهداف في الشباكة. يرفع الكرة يانيك نياغو، الهدف الأول للترجي الرياضي التونسي. سيناريو يحدث المرة الأولى منذ موسم 97-98. هدف أول أمامكم الإعادة. نديم ثابت ما يقراش مليح. في نفس الموسم نادي باب السويقة يحقق رقم تاريخي 13 فوز بصفة متتالية ويتربع على عرش البطولة. 29 ماي 2013 للموسم الخامس على التوالي النجم يعجز عن هزم الترجي في العاصمة. آخر فوز الإتوال يرجع لذهاب موسم 2007-2008، ومنذ تلك الفترة الترجي هو الأقوى. 3 انتصارات و6 تعادلات كل ما واجه النجم في العاصمة. بعد 9 مواسم تحديدا منذ موسم 2004-2005 نتيجة التعادل ذهابا وإيابا تتكرر مجددا في الكلاسيكو. ما بقي في الذاكرة مباراة مشوقة في أولمبيا رادس، وعودة ترجية قوية بقيادة إيهاب المساكني وأحمد العكيشي. أحمد العكيشي التوزيعة، إيهاب المساكني والهدف الأول وتذليل الفارق، وأحمد العكيشي وهدف التعادل. الترجي ينهي موسم 2013-2014 متوج بالبطولة. بعد ذهاب موسم 98-99 نتيجة تعادل هدف لهدف تتكرر مرة أخرى في أولمبي سوسة نهار 23 أفريل 2015. النجم يخسر 5 نقاط من مواجهتي الكلاسيكو، الشيء اللي ساهم في تتويج النادي الافريقي ببطولة موسم 2014-2015، والإتوال يكتفي بالوصافة. للمرة الأولى منذ موسم 2010-2011 الترجي يهدر 5 نقاط ويكتفي بنقطة وحيدة من مباراتي الكلاسيكو. كل هذا يحدث في موسم 2015-2016. ركلة جزاء في الشوط الأول. الثاني. موسم التألق والعودة للتربع على عرش البطولة النجمة الساحلية بقيادة المبدع حمزة الأحمر. حمزة الأحمر والتصويب والثاني أحمد العكيشي مع شمس الدين الثواتي باليسار. 18 ماي 2017 الترجي يسقط النجم بثلاثية الإقناع والإمتاع. نهاية كرة في منطقة الجزاء، تسديده يلعب المحاولة في منطقة الجزاء. كرة فيها محاولة، فرصة للهدف الثالث. خلاص 9 ثلاثية يضرب بها الترجي شباك النجم منذ الاستقلال، ولأول مرة تتحقق بشباك نظيفة لشيخ الأندية التونسية. الترجي يكمل موسم 2016-2017 بطل تونس. في ال10 سنين الأخيرة من الكلاسيكو 8 انتصارات للترجي، 5 انتصارات للنجم،
و7 تعادلات. الترجي يتوج ب6 بطولات ولقب وحيد في خزائن ليتوال.